بنت ما بتعترفش بفكرة الحب ومهووسة بالتكنولوجيا جدا بتكون السبب في حادثة لأشهر طالب في الجامعة، وبيحصل له ارتجاج وبيفقد جزء من الذاكرة. ولما بيفوق بيفتكرها هي حبيبته، وبتقرر انها تمثل لفترة انها حبيبته علشان ما يتعبش. بس بتتفاجئ ان ابن عمه هو الولد اللي كانت عايزة تتعرف عليه لان في بينهم صفات مشتركة. يا ترى ايه اللي هيحصل في فيلم النهاردة؟ بيبدأ الفيلم ببنت اسمها بيكا وهي واقفة في الجامعة وبتشرح قصة عيد الحب، بس بعد ما بتخلص بتقول لها زوي ان دي قصة وهمية، والحب لازم يكون بين اتنين متوافقين، ولو ما كانوش الناس عرفوا معنى الحب ما كانوش قدروا يحبوا بعض. وبتقول لهم انها عملت برنامج بيحدد الاشخاص المناسبين على حسب نسبة التوافق بينهم، وان 50% من حالات الطلاق حصلت بسبب الاختلافات بين الناس. وبتقول للطلاب يحملوا التطبيق بتاعها، بس محدش بيحمله، وبتخرج من المحاضرة وبتروح عشان تقابل آل صاحبتها اللي بتكون شريكتها في السكن. وبتقول لها آل ان النهارده عيد الحب وهيقعدوا يشوفوا افلام رومانسية مع بعض النهارده. بس زوي بتقول لها ان الافلام دي وحشة وكلها مبتذلة وانها مش بتحبها. بس آل بتقول لها انها هتجيب لها اكل ومشروبات، وبتوافق زوي انها تقعد معاها. وبتعرف ان آل صاحبتها كتبت قصيدة جديدة لان آل مهتمة بالشعر. وبتقول لها زوي انها عرضت فكرة البرنامج بتاعها قدام الطلاب، وبتستغرب آل من جرأتها. وفجأة بتيجي الكرة وبتخبط في دماغ زوي، وبيكون اللي رماها زاك بطل كرة القدم في الجامعة. وبيروح لها وبيقول لها انه اسف، وبيشوفها لو كانت هتسيب علامة، وبيسألها لو حابة يوديها العيادة، وبيحط ايده على مكان الخبطة. بس زوي بتقوله انها كويسة. وبعد لما بتمشي بتقول لها آل انها عبيطة، وانها فوتت فرصة كبيرة جدا ليها مع زاك، وان هو احسن واحد في الجامعة كلها، وانه كمان كان بيعاكسها. بس زوي بتقول لها ان ده كله كلام فارغ. وبعد الاستراحة بتروح علشان تحضر مؤتمر علمي العالمة نفسها تكون زيها، وبتسألها عن اهم انجازاتها. والعالمة دي بتقول لها ان من ضمن اهم انجازاتها انها خلفت اطفالها، وان العلم مش كل حاجة. بس بيرفع ولد ايده وبيسألها عن الحب، وبيقول لها ان هو مش بيأمن بيه، وان هو فكرة جديدة طلعت دلوقتي. وبيقول لها انه مقتنع بكلام الفيلسوف اللي قال ان الحب اختراع جديد، ولو ما ظهرش ما كانش الناس هيحبوا بعض. وبتكون زوي مبهورة ان في حد بيفكر زيها، وبتخرج وراه من المؤتمر وبتقوله ان عجبها سؤاله، بس بيكون مشي وما سمعهاش. وبترجع للبيت وبتحكي لصاحبتها عن الولد ده، وبتقول لها انها متوافقة معاه، بس احتمال كبير جدا ما تشوفوش تاني لانها حتى ما تعرفش اسمه ايه. وبتكون آل قاعدة بتشوف فيلم رومانسي وبتعيط في اخر مشهد، وبتبص لزوي وبتقول لها انت ازاي ما تأثرتيش. وبتقول لها زوي ان مفيش حاجة مميزة في البطل اللي بيعترف بحبه لحد وهو ماسك المايك على المسرح. وبتتصل بيها امها فيديو كول وبتسلم على آل. وبتقول لها آل ان زوي ما بتحبش الافلام الرومانسية، وبتكون ام زوي هي كمان بتحب الافلام زي آل، ومش مقتنعين هما الاتنين بكلام زوي. وبتقول لها امها تعرفها الميعاد اللي هتروح لها فيه، وبتقول لآل انها تيجي معاها. بس آل بتقول لها انها تاخد بالها من اطفال مدرس الانجليزي بتاعها، ومش هتقدر انها تيجي مع زوي. وتاني يوم بتكون زوي قاعدة في المكتبة اللي بتشتغل فيها بدوام جزئي، وبيدخل زاك المكتبة وبتقوله زوي لو خبط دماغ حد تاني، وبيتفاجئ بيها وبيسألها عن كتاب خاص بألعاب الفيديو. بس هي بتقوله ان ده كلام فارغ، وان ألعاب الفيديو سبب 50% من حالات الطلاق. وبتقوله انها ممكن تطلب له الكتاب، وبتقوله كمان ان الكتاب ده تافه جدا، ويفتكرها زاك بتقول عليه، بس هي بتكون قصدها على اسم الكتاب. وبيديها الكريدت عشان تسحب منه الفلوس وتطلب الكتاب، وبتقوله ان هو هيجي يوم الاربع، وبيسيبها وبيخرج من المكتبة. بس بتتفاجئ زوي انه نسي الفيزا بتاعته، وبتخرج علشان تديها له، وبتلاقيه انه ركب العجلة بتاعته ومشي بعيد. ولما بتنادي عليه بيبص لها ما بياخدش باله منها، وبيخبط في العربية وبيقع على دماغه. وبتكلم زوي الاسعاف بسرعة وبتحاول تفوقه، وبيقول لها الراجل تعمله تنفس صناعي، بس بتتردد وبعدين بتعمله وبيبدأ يفوق. وبيبص في عينيها وبيقول لها زوي، بيقرب منها وبيبوسها، بس بتبعده عنها شوية وبتقوله انه لازم يرتاح. وبعدين بيفقد الوعي مرة تانية، وبتوصل للإسعاف وبتقول لها الموظفة انه فاق، بس لازم يروح المستشفى عشان يطمنوا عليه. وبتقول لها الموظفة تيجي معي علشان تهديه. ولما بتروح هناك بيجوا أهل أمه وأبوه، وبيبدأ زكي يفوق، وبيقول لهم الدكتور انه تعرض لارتجاج في المخ وفقد جزء من الذاكرة، بس في حاجات كتير جدا مش فاكرها قبل الحادثة، وانه لازم يرتاح وممنوع يبص في اي شاشة او تليفون. وبيكونوا اهله خايفين عليه وبيبدأوا يستغربوا مين البنت اللي واقفة دي. ولما بيعرفوا ان اسمها زوي بتقرب منها امه وبتقول لها ان زاك ما بطلش كلام عنها، وبتقول لها كمان ان هو قال لها ان هما مرتبطين من اسبوعين، وبتطلب منها تروح معاهم البيت تتعشى عندهم. وما بتعرفش زوي تتكلم وبتستأذنها تخرج تشوف امها، وبتخرج وبتكلم آل صاحبتها، وبتعرف منها ان زاك مرتبط بزوي ولس اللي بتكون قائدة فريق كرة القدم في الجامعة، وهم كمان فيهم شبه كبير من بعض. وبتقول لها آل ان دي فرصة حلوة ليها جدا، بس زوي بتقول لها انها هتروح وهتقول لهم الحقيقة في البيت علشان ما تأذيش زاك. وبتروح معاهم البيت وبيحاول زاك يقرب منها، بس بتيجي اخته ايفري وبتخضه، وبعدين بتقوله انها هتسيبه وهتلعب لعبة الفيديو بتاعتها. وبيقول لها زاك ان 50% من حالات الطلاق سببها العاب الفيديو،
وبتتفاجئ زوي انه فاكر كلامها بس ما بيفتكرش هو عرفه منين. ولما بيحاول يقرب منها تاني بتقوله ان الدكتور قاله ما يتعبش نفسه، وبتقوله ان هي هتقوم وهتساعد اهله في تحضير الغدا، وبتروح عشان تقول لهم الحقيقه بس بيقاطعها دخول مايلز اللي بيكون ابن عم زاك، وبيكون مايلز نفس الولد اللي هي شافته في المؤتمر. وبتقرر انها ما تقولش الحقيقه يمكن تتعرف على مايلز شويه. وبتسالها ام زاك على رحلتها مع اهلها في جزر البهاما، فبتقول لها زوي انها اتاجلت شويه، وبتقعد تاكل معاهم وبتعرف ان اهتمامات مايلز نفس اهتماماتها. وبيسالوها عن اهلها وتخصص ابوها لانها عارفه ان هو دكتور، بس بتتوتر. وبعد شويه بتفتكر ام زاك تخصص ابوها، وبتحاول زوي تبين اهتماماتها العلميه لمايلز، وبتقول لهم ان اهتماماتها الكرويه مش كل حاجه. وبعد العشاء بيكون ابو زاك بيحل كلمات متقاطعه، وبيفضلوا يساعدوه، وبتجاوب كلمه علميه هي ومايلز في نفس الوقت. وبتطلب منها ام زاك تروح معاهم في رحله التزلج اللي هيروحوها مع بعض. وبتقول لها زوي ان كان في خطط ليها مع امها، وانها هتكلمها الاول وهترد عليها وتشوف هتقول لها ايه. وبتخرج وبتكلم آل وبتحكي لها آل ان ده القدر، بس زوي بتقول لها انها ما بتصدقش في القدر. وبتقول لها آل طالما بتصدقي في الاحتمالات، احتمال انك تشوفيه تاني صفر وفي بيت الشخص اللي اهله فاكرينك حبيبه ابنهم ويكون هو ابن عمه، وطالما الاحتمال ده صفر عشان كده ده قدر. وبتوافق زوي وبترجع للبيت وبتجهز شنطتها، وبتكون محتارة بين كتابين علميين عشان تبين اهتمامها لمايلز، بس قلب تاخد الكتب وبترميها. وبتقول لها انها تستمتع، وبتديها مايو حلو، وبتقول لها ان المايو ده عمره ما خيب ظنها. وبتكلم زوي امها وبتقول لها انها مش هتقدر تجيلها الاسبوع ده. وتاني يوم بتظهر زوي ولس حبيبه زاك الحقيقيه وهي قلقانه عليه، وبتكون قاعده مع اهلها في جزر البهاما، وبتقعد تقول لامها وابوها انه اكيد بيخونها. وبتكون زوي ميلر مع عيلة زاك في العربية، وقاعدة في النص بين زاك ومايلز، وبتقول لهم يجمعوا أرقام العربيات ويعملوا بيها استنتاج علمي. بس إيفري بتقول لها إنها لعبة مملة جدا، بس مايلز بيقول لها إنها لعبة جميلة وإن هي عجبته. وبيوصلوا للبيت اللي مأجرينه، وبتحاول إيفري كل شوية تخدع زاك وتقوله إنهم جم هنا قبل كده، وإن كمان ليها فلوس عنده. بس هو بعد شوية بيبدأ يقفش تصرفاتها، وبيقول لهم ابو زاك يلبسوا ويروحوا للتزلج وما يضيعوش باقي اليوم. وبتقول لهم زوي انها ما راحتش في رحله تزلج بقالها كتير، بس ام زاك بتقول لها انها عرفت انها بتروح كل سنه. وزوي بتقول لها ان ال 12 شهر مده كبيره، وبتكون زوي ما راحتش التزلج قبل كده خالص. وبتلبس وبتروح للتزلج مع مايلز وايفري ام زاك وابوه وزاك كمان معاهم، بس لما بيروح بيفضل زاك قاعد علشان هو تعبان. وبتفضل زوي تقع كتير وبتتريق عليها ايفري، وبتسيبها مع مايلز وبتروح مع امها وابوها. وفي اخر اليوم بتتعلم شويه شويه، وبترجع البيت وبتكلم آل وبتحكي لها اللي حصل، وبتقول لها آل تلبس لبس السباحة. وبتخلص آل مكالمتها مع زوي وبتفتح الباب لعامل التوصيل، وبتتفاجئ انه ولد وسيم، وبتفضل تتكلم معاه، وبتعرف انه لسه جاي المدينة جديد. وبعدها بيسيبها وبيمشي. وبعدها بتتصل قلب المطعم وبتقول لهم ان العامل نسي الرز، وان هم يبعتوا نفس الشاب اللي كان عندها. ولما بيرجع لها بيعتذر لها وبيقول لها انه اسف، بس هي بتقوله ان هو جاب الرز بس هي كانت عايزة تشوفه. وبيدخل البيت وبيقرب منها وبيتعرفوا على بعض اكتر. وعند زوي بتكون قاعدة على الاكل معاهم، وبيحكوا لها عيلة زاك ازاي اتعرفوا على بعض لما كانوا تايهين في ايطاليا. وبعدها بيعرض عليها زاك يشوفوا فيلم رومانسي مع بعض، بس هي بتقوله انها مش بتحبه، وبيقول لها انه كان فاكر ان ده فيلمها المفضل. وبيتفق مايلز مع كلامها وبيقول لها ان هي افلام مبتذله ومش واقعيه. وبتيجي ام زاك وبتقوله انه ممنوع كده كده يشوف الافلام، وبيقرروا يلعبوا سوا لعبه الافلام، وبيفضلوا يخمنوا كلهم. ولما بيجي دور زوي بيكون فيلم صعب، وما بتكونش زوي عارفه تمثله، وبتمثله بحركه التموجات العلميه. وبيعرف مايلز الفيلم وبيجاوب عليه، وبيقول لها انها ذكيه جدا. وبتسالهم زوي بعدها لو كان في حد مستعد ينزل المغطس الحار، وبتقول لها ايفري انها تنزل معاها. وبتروح هي وايفري وبتلبس المايو بتاع آل، وبتقول لها ايفري ان زاك صديقها المفضل، ولو اذته في يوم مش هتخليها تعرف تلعب كوره تاني. وبعدها بتكمل كلامها معاهم عادي، وبيقطعهم دخول مايلز وبيقول لهم ياكلوا مارشميلو مشوي. ولما بتقوم بيقول لزوي انه تعب النهارده ومحتاج يسترخي هو كمان، وبينزل معاها للمغطس وبيسالها عن علاقتها بزاك، وبيسالها لو كانت علاقتهم مع بعض جديه ولا لا. وبيقول لها ان هما الاتنين متوافقين مع بعض وبينهم صفات مشتركه كتير، وبيقرب منها وبيبوسها بس بيقاطعهم دخول ايفري. وبتنزل زوي تاني يوم وهي فرحانه بعلاقتها مع مايلز، وبتسمعهم بيتكلموا عن بنت اسمها مايلي، وبتعرف من ام زاك انها حبيبه مايلز. وبتطلع اوضتها تجيب حاجه وبتقابل زاك وبتساله لو كان عنده حبيبه، وبيقول لها انه عنده بنت بيحبها جدا، وما عندوش مشكله انه يعرف اكتر من بنت ويحبهم مع بعض، وانه شخص بيحب التعدد. فبتقوله بس هو بسها امبارح. فبيقول لها انه كان فاكرها حاجه عابره عاديه، ومش شرط ان هو يبوسها ان هو يرتبط بيها، لان هو شافهم متوافقين مع بعض مش اكتر. وبيقول لها كمان انها مرتبطه بابن عمه. فبتتلخبط زوي وبتقوله لا، وبعدين بتتوتر وبتقول اي كلام وبتسيبه وبتنزل. وبعد شويه بتكون قاعده مع زاك وهي زعلانه، وبيقرروا العيله انهم يخرجوا، وبيقول لهم زاك انه تعبان ومش هيقدر يخرج. وبتقول لهم زوي ان هي هتقعد تقضي اليوم مع زاك في البيت،
وبيقرروا يقعدوا مع بعض وبتلعبوا شطرنج، وبيقول لها انه زي الكوره في الاستراتيجيات بتاعته، وبتهزمه كذا مره وبعدين بيخليها تلعب الاول وبيعمل استراتيجيه وبيقفلها عليها، وبيتعادلوا وبيقوم يرقص لانه بيعتبره فوز ليه. وبتبصله زوي وهي اول مره تشوف الجانب ده فيه، وبيفضلوا يقضوا اليوم وهما بيلعبوا العاب كتير، وبيهزمها هو شويه وبتهزمه هي شويه. وبيقرروا يعملوا بيتزا بالبيض للفطار، وبيطبخها زاك وبتساله اتعلمها منين، فبيقول لها ان هو خد كورس في الطبخ عشان بيحبه. وبتبص لشكل البيتزا وبتكون خايفة تاكلها، بس لما بتاكلها بيكون طعمها حلو جدا. وبتقرر انها تلعب لعبة الفيديو اللي بيحبها، وبتسأله عن الكتاب العلمي اللي اديتهوله، وبيقول لها رأيه فيه، وبتكتشف انه شخص ذكي جدا. وبيقول لها انه فاكر انه طلب كتاب لاخته، وبتقوله انها عارفة ومستغربة ان هو لاخته، وبيسألها ازاي عرفت عن الكتاب، فبتقوله ان هو قال لها. وبيرجعوا العيلة وبتفرح إيفري لما بتشوف زوي بتلعب لعبتها المفضلة، وبتقوله أمه ازاي بص للشاشة، فبيقول لها زاك ان هو كان لابس نظارة شمس. وبتقول لهم إيفري انها نسيت قفازاتها في الكوخ في الجليد، وبتروح معاها زوي هي وزاك، وبيبدأوا يلعبوا مع بعض وبيرموا على بعض كرات التلج، وبيرمي زاك كرة تلج على دماغها، وبعدين بيقرب منها وبيبوسها، وبيقول لها انها هتسيب علامة، وبيفتكر لما خبطها في الجامعة بالكورة، وبيقول لها ان هو بيشوف مشاهد غريبة جدا ليها. بس بتقاطعهم إيفري اللي لقت قفازاتها، وبتقول له انه ما ينفعش يبوس حبيبته قدامها، وان هي لسه طفلة صغيرة. وبيضحك زاك وبيهزر معاها، وبيرجعوا مع بعض للبيت، وبتحكي لآل اللي حصل كله واللي مايلز عمله. بس بتقول لها انها قضت وقت لطيف مع زاك، وانها اتفاجئت بشخصيته جدا. وبتقول لها آل ان ده الحب. بس زوي بتقول لها ان زاك عنده حبيبة، بس قال بتقول لها انها تقوله الحقيقة وتشوف هو هيقرر ايه. وبتكون زوي خايفة يتعب، وبتقرر لما يخف هتقوله الحقيقة، وبتنزل تاكل معاهم، وبينام زاك على الكنبة وبيحط راسه على رجليها، وبعدين بيسألها لو كانت لسه صاحية. وبتقول له زوي لما يرجع للجامعة ويفتكر كل حاجة بتتمنى انه يفضل فاكرها، وان هو يفتكر اليوم الجميل اللي قضوه مع بعض. وبيستغرب كلامها بس بيعديه. وبتنادي إيفري على زاك وبيقول لها انه هيطلع يشوفها، وبتفرح زوي بمعاملته لاخته الصغيره. وتاني يوم بيرجعوا للمدينه، ولما بيوصلوا بتقول لها ام زاك تدخل تاكل معاهم، وبتكون لسه هتدخل بس بيتفاجئوا بحبيبه زاك زوي ولس. وبتحكي لهم زوي كل حاجه وهي حزينه، وبتقول لهم انها ما كانتش عايزه تكذب. وبيتفاجئ زاك انها باست مايلز، وبيلف عشان يلومه، بس مايلز بيقوله انها مش حبيبته الحقيقيه. وبتقول لها زوي بلس ان زاك حبيبها هي، وان هي زوي الحقيقيه. وبتعتذر لهم زوي وبتاخد شنطتها وبتمشي. بس إيفري بتنادي عليها وبتقول لها انها بتحبها اكتر من زوي الحقيقيه، بس بتكمل طريقها وبترجع للسكن، وبتحكي لآل كل اللي حصل، وبتقول لها ان هي اللي شجعتها على الكذب، وان كل اللي حصل ده بسببها هي، وان شكلها بقى وحش جدا قدام عيله زاك. بس آل بتقول لها انها حاولت تساعدها علشان تحب، بس زوي بتجرحها وبتقول لها ان هي كمان ما حبتش، وانها على طول مشغوله بكتابه الشعر الغبي بتاعها. وبتزعل منها آل وبتقول لها ان حتى لما برنامجها فشل ما قالتش في مره عليه غبي، وكانت على طول بتدعمها. وبتعرفها آل ان هي عندها حبيب وما كانتش عايز تشغلها عشان مشاكلها مع مايلز وزاك، وبتسيبها آل وبتمشي. وتاني يوم بتروح زوي جامعتها وبتتفاجئ ان كل الطلبه عرفوا اللي حصل، وبيفضلوا يتريقوا عليها وبيقولوا انها حامل من ابن عمه. وبتقوم وبتزعق لهم وبتقول لهم ان هي مش حامل، وبتسيب المحاضره وبتمشي. وبيكون في حد من الطلاب بيصورها في المحاضره. وبتعدي ايام وبتفضل تتفرج على صور زاك مع زوي حبيبته الحقيقيه، وبتشوف الفيديو اللي الطلاب نشروه ليها وهي بتقول انها مش حامل. وبتكون آل مقاطعاها وما بتتكلمش معاها. وبتكون زوي مكتئبه جدا، وبتقرر انها تسافر وتروح لامها، وبتقعد تعيط لها وبتحكي لها كل حاجه، وبتقول لها انها عارفه انها اتطلقت من ابوها بسبب الاختلافات بينهم. بس امها بتقول لها ان هي بتحب ابوها جدا، وان هما ما عرفوش يعيشوا مع بعض، فقرروا يجربوا العيشه المستقله ويشوفوا ايه اللي هيحصل. وبنعرف ان تفكير زوي في الاختلافات بسبب طلاق امها وابوها. وبتشجعها امها تعترف بحبها لزيك. وبترجع للسكن وبتقول لآل انها كانت عند امها، وبتقول لها كمان انها كتبت قصيده ليها، وبتقراها وبتطلب منها تصالحها. وتاني يوم بتقابلها بيكا صاحبتها اللي مش بتحبها، بس زوي بتوقفها وبتقول لها ما تتكلمش في اي حاجه تضايقها. بس بيكا بتحكي لها انها عملت زيها وهي في الثانويه، وقالت انها تيجي مع واحد مشهور للحفله لمجرد ان ابن عمها نفس اسمه، وخسرت شعبيتها وزمايلها كرهوها لما الحقيقه اتكشفت. وبتقول لزوي انها عندها فرصه تصلح شكلها قدام الناس، وبتقول لها ان هما بيظبطوا حفله كبيره وعايزاها تصمم برنامج بث تفاعلي للحفله، وهيكون متواجد في الحفله موسيقيين كتير وهتنجح. وبتوافق زوي وبتفضل تشتغل على تحضير البرنامج، وبتبص لصوره زاك كل شويه وهي بتشتغل. ولما البرنامج بيخلص بترجع للبيت، وبيجي يوم الحفله وبتقول لها آل تروح معاهم. بس زوي بتقول لها انها تعبانه وهتتفرج على الحفله من البيت، بس آل بتقول لها انها عارفه انها مش عايزه تروح علشان زاك وزوي الحقيقيه، وبتقرر تسيبها براحتها وبتروح الحفله. وبتفضل تتفرج على نجاح البرنامج بتاعها، وبعدين بتقفل الموبايل وبتنام. وبترجع آل قبل ما الحفله تخلص للبيت بسرعه، وبتصحي زوي بتقول لها تفتح موبايلها، وبتوريها صور زوي بلس بتبوس واحد تاني غير زاك في الحفله. وبتعرف من آل انها انفصلت عن زاك، وبتقول لها آل ان دي فرصتها الوحيده.
وبتكون زوي رافضة في الأول وبتقول لها قال إن فاضل 20 دقيقة على نهاية الحفلة، وبتقرر زوي تروح وتعترف لزاك بحبها، وبتنزل بالبيجامة، وبيفضل دييجو وقال يشجعوها إنها تخش تعترف له. بس لما بتدخل الحفلة مش بتلاقيه، وبتعمل أكتر حاجة كانت بتتريق عليها، وبتطلع على المسرح وبتاخد المايك وبتوقف الموسيقى وبتنادي على زاك، وبيفضلوا الناس يتريقوا عليها وبتكون هتنزل، بس قبل ما تنزل بتلاقي زاك بينادي عليها، وبتروح له وبتعترف له بحبها ليه، وبتطلب منه انه يسامحها، وبتقول له انها عارفه انه انفصل عن زوي، وبيقول لها ان السبب اللي خلاه ينفصل عن زوي انها مش زوي اللي عايز يكون معاها، وبيعترف لها بحبه وبيبوسها، وبيشوفهم كل الناس على البرنامج بتاعها في البث المباشر، وبتكون امها بتتفرج وفرحانه ان بنتها لقت حبها الحقيقي. ولحد هنا بيكون خلص فيلم النهارده. ما تنساش اللايك والشير وقول لنا ايه الفيلم اللي حابب نلخصه لك.